السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مبروك عواشركم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نوجد معكم واحد البسبوسه اللي هي سهله وبسيطه وبمقادير جد بسيطه، فكنتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال دانون طبيعي، واحد 2 معالق ديال الكوك اي جوز الهند، راس معلقه ديال نكهه البرتقال، 2 ديال الخمارات و2 ديال البيضات بحراره المطبخ، ورابعه ديال السميده ديال الحلويات، سميده رقيقه. غادي ناخذ واحد الخلاط الكهربائي ميكسور، وغادي نضيف فيه قبصه ملح لتصحيح الذوق، وغادي نجمع فيه هاد المكونات كلها خطره واحده، وغادي نخلطوهم في هذا الخلاط. كما كتشوفوا معايا كنضيف البيض وغادي نضيف السنيده والزيت والياغورت كلهم في خطره واحده، ونخلطوهم جيدا حتى كتذوب معنا ديك السنيده وينسجموا العناصر مع بعضهم. عاد كنصبوهم في واحد الاناء باش هكا نكملوا الخليط ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتعجبكم هاد البسبوسه هذه، وتيقوني هاد البسبوسه راها كتجي لذيذه وكتجي رائعه وسهله ما فيها شي تعقيدات. وإلا عجبتكم ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وعلاش لا تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش هكا تكبر العائله ديالنا. وكنبغي نشكر المتتبعين كاملين اللي كيخليو ليا تعاليق زوينه وكيخليو لي لايك ديالهم. كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا، بلا بكم انا ما غاديش نكون. وكنبغي نبارك لكم كذلك العواشر وعيد مبارك سعيد. انا كيف شفتوا معايا راني ضفت العناصر كلها في هذا الخلاط هذا، غادي نخلطوهم جيدا كيف قلت لكم. كننتظر الى كان شي صوت. ما كتعرفوا دابا راه بدا الصيف، واخا كتجلي بالليل ضروري كيكون شي صوت في الزنقه. هنا كيف كتشوفوا معايا خديت الميكسور وكنخلط هاد المكونات هادي، نخلطهم مزيان. بعد ما خلطتهم كيف ما كتشوفوا الخليط ولا كريمي. صافي وغادي نضيفوا السميده ديالنا كيف ما كتعرفوا، وغادي نخلطوها. دائما الخليط ديال هاد البسبوسه هادي كتخلطوه وتخليو الخليط يكون خفيف شويه. كيف ما كتعرفوا راه السميده كتشرب. بالنسبه للسميده العبار ديالها راني قلت لكم رابعه ديال السميده بالحساب، فكتعطينا واحد البسبوسه اللي كتجي رائعه. بالنسبه لهاد النكهه ديال البرتقال الا بغيتو تستغناو عليها راه ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير القشر ديال البرتقال او ديال الليمون الحامض. هنا كيف كتشوفوا معايا ضفت هذيك الرابعه كلها، وغادي نضيف الخمارات بجوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام، ما يعادل 16 غرام. كنخلطهم حتى هما جيدا. بالنسبه لهذا الخليط هذا اللي بان لكم عاقد شويه، فبالامكان ديالكم انكم تزيدوا 4 كاس ديال الحليب حتى نص كاس على حسب السميده. بعض المرات كتكون السميده كتشرب بزاف وما خاصش هذه البسبوسه تجي ثقيله، باش هكا تجي اسفنجيه من الداخل وتجي مهويه وخفيفه ما تجيناش مدقصه. الا بان لكم الخليط ثقيل زيدوا نص كاس ديال الحليب او لا 4. بالنسبه لي انا في هذا الخليط هذا زدت 4 كاس ديال الحليب كيف ما غادي نشوفوا معايا في الصوره. كيف ما شفتوا معايا زدت 4 ديال الكاس ديال الحليب. بصراحه وجا القوام ديالها رائع وجات رائعه.
هنايا كيف كتشوفوا معايا صافي خلطتها، والمول ديالنا راه واجد. دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالسميده رقيقه وشويه ديال الكوك صافي، وغادي ندخلها الفران على عافيه متوسطه. فهنايا درتها في الفران ديال فران كهربائي، درتو على 160 درجه، ما درتوش على 180، وخليتها حتى طابت على خاطرها. غادي ندخلوها الفران ونتسناوها تطيب ونرجع معاكم. دائما كنأكد على الخليط يكون خفيف باش تجيكم هاد البسبوسه تجي من الداخل مهويه. كما شفتوا القوام ديالها كيف جات خفيفه. هنايا بعد ما طابت البسبوسه ديالنا غادي نحطها على جنب باش تبرد، وغادي نمشيو نوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي ناخذ نص لتر ديال الحليب، وغادي نضيف معاه تقريبا واحد المعلقه كبيره ممسوحه ديال المايزينا، وغادي نضيف راس معلقه ديال نكهه البرتقال كيف ما شفتوا معايا. هنايا كيف شفتوا راني ضفت معلقه كبيره ديال المايزينا عيناش الذره، وغادي نضيف كذلك واحد 2 ديال المعالق ديال السكر. بالنسبه لي انا ما كانش عندي سكر حبيبات، فانا درت سكر كلاصي. درت تقريبا معلقه كبيره حتى هو اولا 2 معالق. بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الرغبه، دائما كديروا الحلاوه على حسب الرغبه. كاين اللي كيبغي الكريمه تكون حلوه بزاف، كاين اللي لا. كما شفتوا معايا بعد ما وجدت الكريمه ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمول راه كديروها في اي مول عندكم، المول اللي عجبكم ديروها فيه. كان متوفر هذا عندي وقريب ففضلت انني نديرها فيه. وبالنسبه للزين حتى هو كيبقى دائما على حساب الرغبه وعلى حساب المتوفر. نقدروا نخليوها غير هكا كيف كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع. بالنسبه لي انا درت هاد الحبيبات ديال الشوكولاط اي الفيرميسان كيف كتشوفوا، ودورتها على الجوانب ديالها كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها كيف غادا تجي ان شاء الله. زينتها بصراحه والكريمه باقا سخونه وما خداتش معايا بزاف ديال الوقت، وبردات في الثلاجه كيف ما كتشوفوا معايا. عطاها هاد الفيرميسان عطاها منظر حتى هو جميل. كيف قلت لكم دائما الزين كيبقى على حسب المتوفر وعلى حسب الرغبه. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه الظل عليكم. فما بقى لي الا نودعكم. ما سخيتش بكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.